نزلت من البيت ازور صاحبي اللي مشفتوش من زمان، وبالمرة عدى على الجامعة اخلص المحاضرات اللي عليا. فاهم حاجة؟ مش فاهم. هو بيعمل نوت ديكريشن بس. اقول له اي لا لما يبقى خلصنا المحاضرات بطلوع الروح، وبعدها نزلت ركبت عشان اروح لصاحبي. اول ما وصلت خدت وطلعنا نتمشى شوية في الهوا زي ايام زمان. وهنا قلت اخد التجربة واروح ماشي وفكك من المواصلات. بدأت اظبط الطريق على الوجهة والاتجاهات وتوكلت على الله ومشيت. وقفت التايمر ودخلت اصلي العصر. خرجت شغلت التايمر وظبطت اتجاهاتي وتوكلت على الله في طريقي. وهنا كان الرصيف انتهى وهبدأ اخش في الطرق الزراعية وامشي في الاراضي. كنت قطعت نص المسافة تقريبا في 30 دقيقة. وللأسف أنا تهت، دخلت من طريق غلط، بدل ما أخش من الطريق الأولاني دخلت من الطريق التاني، وللأسف نهايته كانت مسدودة، لولا كده كنت كملت فيه ومشيت عادي. فألف ورجعت رجع لك تاني فنان اللي عمله. ورجعت الأول الطريق ولفيت، عشان كده الواحد لازم يركز في التفاصيل الدقيقة بتاعة الماب. رجعت ظبطت اتجاهاتي ومشيت 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 ومشيت، فضلت ماشي لحد ما جبت آخر ومفيش فايدة، الطريق برضه ما بيخلص. وهنا قابلني طريقين فدخلت يمين، بعدين ببص لف وارجع تاني. غلط غلط غلط، هو ده. رايح ناحية فين كده؟ خدني معاك. السلام عليكم. ولسه الطريق طويل، ده كله كان عدى ساعة بس مرت عليا كأنها سنة.